مساء الفل على اغلى الغاليين معانا ومعكم النهارده طريقه عمل البانكيك. ايه الاكله الجميله اللي ما يختلفش عليها اتنين. هنقدر نعملها النهارده في البيت وبطريقه سهله. وافتكروا ايوه انا كرش ده مش من فراغ، واسال جورج الطباخ. هنروح نجيب كوبايه لبن جميله، بس للاسف انا كنت ناسي ان كان عندي لبن، فرحت حطيت شويه ميه. بصوا هي مش بتفرق في القوام خالص، لكن بتفرق جدا 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 في الطعم وفي لون البانكيك. هنيجي بقى نحط عليهم معلقتين سمنة بلدي او زيت اللي تحبوه عادي او المتاح، ونحط عليهم معلقة كبيرة خل. نحط بقى نطرة ملح كده صغيرة على 4 5 معالق سكر كبار. ونيجي بقى نحط عليهم بيضة، ونحط كيس فانيليا او نص معلقة صغيرة فانيليا سايلة. ونيجي بقى يا باشا نحط معلقة كبيرة بيكنج باودر. تمام، ونبتدي بقى نقلب الكلام ده كويس جدا جدا جدا. وبعدها بقى نضيف 200 جرام او زي ما تقولوا كده كوباية دقيق، زي كوباية اللبن اللي احنا حطيناها بالظبط. يعني يا جماعة زي السوائل اللي هتحطوها سواء كانت لبن او مية هنحطها دقيق. وبعد كده نقلب بقى الكلام ده كويس جدا، نحط الدقيق واحدة واحدة ونقلب كويس، نحط الدقيق واحدة واحدة ونقلب كويس. واصلا انت ممكن البانكيك دي كلها تحطوها في الخلاط وتخلصوا، يعني الموضوع فعلا بالبساطة دي. بس انا الفكرة كلها انا كنت مكسل اغسل الخلاط الصراحة، فرحت عملتها في علبة بره وخلاص. بس كده. وبعد ما يظبط بقى معانا القوام بالشكل الجميل والتحفة ده، هنيجي بقى على طاسة مدهونة زيت خفيف جدا. ازاي يا عم ندهن زيت خفيف جدا؟ ان احنا يا باشا نجيب منديل ورق عادي جدا او مناديل جيب، هنحط فيها حتة زيت. وبعد كده ندهن بقى كل مرة نحط فيها الخليط بتاعنا على النار هندهن دهنة زيت بالمنديل ده، بس مش اكتر. نيجي بقى بعد كده نحط الطاسة على نار هادية، نار هادية. اوطى نار عندكم او مش لدرجة اوطى نار عندكم، بس في نفس الوقت تكون نار هادية مش النار المتوسطة ولا العالية، عشان خاطر البانكيك يستوي براحته والكيكة تطلع مش محروقة. امين، يلا بينا. وبس كده، حطوا بقى مقدار الخليط اللي انتوا عايزينه. عايزين البانكيك رفيع حطوا مقدار قليل، عايزين البانكيك تخين حطوا مقدار كتير. بس ونسيب بقى كده فوق النار لحد ما يطلع فقاقيع، والفقاقيع دي تفرقع. اول لما تبتدي تفرقع معانا نيجي بقى نقلبها الناحية التانية بالسباتيولا. وطلعت يا جماعة زي ما انتوا شايفين اللون التحفة، ولو كانت بقى معمولة بلبن كان اللون طلع احلى بكتير، وطلع كمان زي اللي بتشوفوه في المطاعم بالظبط. هنا يمكن اللون ما ظبطش معايا قوي، بس بسبب ان انا كنت حاطط ميه مش لبن. عايزين تعملوها بنفس لون المطاعم بالظبط تحطوا لبن. وما ننساش يا جماعة احنا هنا لازم نقف جنب البانكيك لغاية لما الفقاقيع دي تخلص. بعد ما تخلص هنقلبها الوش التاني بالظبط بالظبط، ما بياخدش اكتر من دقيقتين على نار هادية. الوش التاني ما بياخدش اكتر من دقيقتين على نار هادية، عشان خاطر ما تتحرقش منكم، ونشيلها على طول من على النار ونوديها على طاسة التقديم بتاعتنا الجميلة. وجينا بقى نعمل واحدة تاني كده، بس للأسف قلبتها غلط، وأنا بحاول أعدلها وأظبطها بإيد واحدة عشان بالتانية كنت بصور. الحمد لله يعني كنت هتحرق، بس لولا ستر ربنا عليا. وبصوا لي بقى على الحلاوة والجمال بتاعت البانكيك، شايفين بقى اللون؟ ويا سلام بقى لو دقتوها. ونحط بقى الصوص بتاعنا الجميل اللي هو بقى بيكون على كيفكو شوكولاتة او لوتس، بس انا عن نفسي انا بالنسبة لي بحب البانكيك قوي قوي مع العسل. نيجي بقى بصوا يا جماعة على حلاوة المنظر بقى ولا اللمعة الجميلة دي. هو ده اللي لما تصحى تفطر عليه يكون رمودك رايق جدا في الشغل. نقطع بقى البانكيك بتاعتنا بقى، وعايزكم بقى شوفوا لي بقى الهشاشة والطعم التحفة. لا لا لا، استنى كده استنى كده هوريها لكم من جوه. بص يا ابو جمال يا رايق، هو ده فعلا اللي يتقال له شيف. والطعم بجد بجد تحفة، جربوها وبألف هنا وشفا على قلوبكم. يلا سلام.